السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كفتة القرنبيط او القرنبيط زي ما انتوا بتنطقوها براحتكم. هنعمل مع بعض كفتة تحفة جدا يا جماعة، متقلقوش منها خالص، سهلة وبسيطة، وصدقوني انا نفسي عملتها في وقت قياسي. فيعني كنت يومها الوقت ضيق عندي خالص، كنت رايحة للدكتور وكان يعني يوم مضغوط. نبتدي كده ونقول بسم الله. قبل ما هبتدي، انا اسمي منى غيث ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش لايكات كتير بقى عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، تخلي الناس كلها تستفيد. نقول بسم الله. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم. ان شاء الله انا هشتغل بقرنبيطه هي قد حجم القرنبيطه اللي احنا كنا عاملينها مع المخلل، بس انا قطعتها يومها وحطيتها في التلاجة. ما كنتش ناويه بصراحه هعمل بيها ايه، فانا طلعتها كده. يعني انا لما بكون بشتغل ببقى كل حاجه كده سايباها لله، فقلت انا هعملها كفته. طلعتها من التلاجة، طبعا انا بعينها مش بغسلها، تمام. بقطعها عادي كده واحطها في كيس في التلاجة، مش في الفريزر، في التلاجة. وبتطلع ما شاء الله حلوة وزي الفل زي ما انتوا شايفين. غسلتها بمية وخل، وواحدة واحدة تحت الحنفية لازم، تمام كده. حلة كده حلوة على النار، ورحت نازلة فيها بالقرنبيط، وحطيت كوباية إلا ربع من المية. في ناس بتحط مية زيادة شوية، دي حاجة ترجع لك، بس أنا استكفيت بكوباية إلا ربع. وسبتها بقى على نار هادية كده، وطبعا القرنبيط مش بيستحمل وبيستوي على طول، وبيبقى يعني زبدة، تمام. فما تقلقيش من موضوع السوا ده، ومش بيستحمل خالص. وغطيت، ما يعني ما خدش حاجة، ممكن ياخد ربع ساعة، او يعني تبع ما انت حابة. لو انت عاملاه على نار عالية شوية وحاطة مية زيادة، مش هياخد منك 7 دقايق، تمام كده. انا خلصت القرنبيط بتاعي وطلعته حطيته في بولة، وهبتدي انزل عليه بالشوكة بقى هرس كده. لو انت عندك الهراسة التقيلة اعملي بيها، مش مشكلة، بس يعني الموضوع مش متأزم قوي، يعني هو هتتهرس معاكي بسهولة جدا. هرست كويس جدا بالشوكة، وبعدين جبت مصفى. المية اللي هتنزل من القرنبيط دي احنا مش محتاجينها حاليا، احنا هنعمل مع بعض الكفتة. طبعا احنا مش عايزين فيها مواد سائلة كتير، تمام كده. فانا مش محتاجة المية دلوقتي، بس المية هسيبها على جنب، مش هكبها. خلاص كده نبتدي بقى في الكفتة بتاعتنا. انا كنت مجهزة صدر فرخة مفروم، مش حجمه مش كبير قوي، يعني ممكن يعمل 400 جرام. وضفت عليهم بصلة تكون مبشورة ومعصورة كويس جدا من المية بتاعتها. طبعا برضو المية بتاعتها مش هرميها. في عجينة الكفتة احنا مش محتاجين اي سوائل زيادة. ونزلت عليهم ب3 فصوص من الثوم المهروسين، تمام. وبالنسبة للسوائل بتاعتي، انا شلت السوائل من الكفتة دي لان انا مش محتاجة ان هي تكون آم، فيها مية كتير، لاني هضيف بقسماط. فانتي معاكي البقسماط من معلقتين ل4 معالق او 5، تبع ما الكفتة تبقى متماسكة معاكي، تمام كده. ونزلت عليهم بمعلقتين من الخضرة، ده شبت وكزبرة، بتضيف اي خضرة انت بتحبيها. والتوابل سهلة جدا وبسيطة، ملح وتوابل اللحمة وبابريكا وفلفل اسود، من كل حاجة معلقة صغيرة. وبدأت ان انا اعجن فيهم، ومعلش الفيديو ما سجلش وانا بضيف البيضة. انا ضفت عليها بيضة زي ما انتوا شايفين كده، وعجنتها كويس جدا. البيضة برضو بتساعد على تماسك الكفتة بتاعتي. بتروحي جايبه شويه زيت كده على ايديكي وتبتدي تصبعي الكفته. الكفته بقى براحتك جدا، انت حابه تعمليها صوابع زي ما انا عملتها كده، او اقراص زي ما انت حابه، اي شكل انت حباه، تمام. بتصبعها عادي جدا، وعلى فكره مش هتفك معاكي نهائي. وميزه الكفته دي لو انت حابه تعمليها يعني من غير صلصه ناشفه، جنب مكرونه، جنب رز بالخلطه، هي شغاله معاكي ما شاء الله تحفه جدا. طعمها وطريقتها مناسبة لأي حاجة انت حابة ان انت تاكليها بيها. خلاص انا هبتدي ان انا اصبع كل الكمية بتاعتي. وزي ما قلت لكم انا يعني يعتبر عاملة الكفتة دي في وقت قياسي، فانا قلت ايه، انا هشتغل على طول معاكم كده على البوتاجاز. جبت مقلاية كبيرة ونزلت فيها بشوية كده من الزيت، واول ما قدحت جهزت معايا في طبق النص كوباية من الدقيق. احنا مش محتاجين غير نص كوباية. هعمل ايه بقى؟ يا دوب انا هدحرج فيها الكفتة بتاعتي.
صابع الكفتة دحرجة يمين وشمال كده. انا لقيتني مش محتاجة المعلقة والموضوع بسيط، بتنفضيها يمين وشمال، سهلة جدا يا جماعة. مش الكفتة مش هتفك معاكي وانت بتحطها من الدقيق، ما تقلقيش من الموضوع ده. وبعدين نزلت بالكفتة في الزيت على طول، بتبقى زيت سخن، نار تكون هادية. انا عايزة الكفتة بتاعتي تبقى مستوية، يعني مجرد ما هنزلها في الصلصة ما قعدهاش غير تغلي مرة واحدة، يعني اشوف البكبكة مرة واحدة اروح طافية عليها وهي على الصلصة، هي كده كده مستوية. واحنا عاملينها بالصلصة لان انا عملت جنبها رز ابيض. تمام. في المرحلة بقى وانا بقليها كده كانت ريحتها يا جماعة رهيبة، ريحتها تجنن. بصراحة هي فكرة عبقرية، مطلعة معايا كمية حلوة جدا ما شاء الله. وزي ما قلت لكم انت حابة تاكليها وهي ناشفة براحتك، هي وهي متحمرة برضو مستوية وطعمها تحفة. طبعا ده كنز للناس اللي بتحب القرنبيط. معاكم بقى وصفات ان شاء الله الايام اللي جاية كتير على القرنبيط. طبعا انا كنت منزلة فيديو للمخلل، اللي هو الميكس القرنبيط والكرات والجزر، برضو لازم تشوفوه يا جماعة، تحفة جدا، مش هتبطلوا تعملوه طول الشتاء. خلصت كل الكمية بتاعتي كده وحطيتها في الزيت علشان تتحمر. وبصراحة يعني انا كنت مستعجلة فروحت جايبة الحلة، وانا بحمر قلت ايه اعمل التحقيقة كده بتاعت الصلصة بتاعتنا، حلوة برضو سهلة جدا. هتجيب الحلة اللي هتشتغلي فيها، ونزلت فيها بمعلقتين 3 كده من الزيت، عليهم معلقة من السمنة البلدي. طبعا المواد الدهنية دي انت زي ما انت حابة، حابة زيت بس تمام، حابة سمنة بس براحتك، بس انا بحب اعمل ميكس كده مع بعضه. ونزلت على الزيت بمعلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من توابل اللحمة، نفس التوابل بتاعة الكفتة. ونزلت عليهم بفصين 2 بس من التوم، انا عايزة بس ريحة بسيطة كده للتوم مع الصلصة. فاكرين بقى المية بتاعة البصلة اللي احنا حطيناها مع الكفتة، قلت لكم ما تكبوهاش احنا هنحتاجها. انا بشرت بصلة تانية تكون صغيرة، ونزلت عليها بالمية بتاعة البصلة الاولانية، ونزلت بيهم كده مع التخديعة بتاعة الصلصة بتاعتنا. وهبتدي ان انا اشوحها، انا مش هحمرها. اللون ده لون البابريكا عشان نزلت مع الزيت، انا يدوب بشم ليها ريحتها بس كده، مش عايزة حاجة يعني تاخد لون زيادة. وطبعا الصلصة بتاعتي انتوا عارفين ان انا بفرزها، نزلت بكيس من الصلصة مع البصل والثوم والتوابل. وهبتدي ان انا احط الملح، انا نزلت بمعلقة كده بسيطة من الملح على ما اضيف الكفتة بتاعتي واشوف لو احتجت ايه ملح. دي مية القرنبيط اللي انا قلت لكم ما تكبوهاش، احنا مش عايزين نفقد الفوائد بتاعة القرنبيط. الصلصة بتاعتي فكت كده ورحت نازلة عليها تقريبا كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية، وسبتها تغلي ورحت نازلة بالكفتة بتاعتي. طبعا حابة تنزلي بنصها بس، تمام. أسرع أكلة هتعمليها وأسرع كفتة، الموضوع كله مش هياخد منك ساعة. تحفة جدا، ما فكتش نهائي، يا دوب غليت دقيقة او مش اقل من دقيقة كمان. اول ما الاقي الصلصة بتاعتي بتغلي والكفتة خلاص بعد ما نزلتها خلاص، هي بس اشوف اول بقبقة للكفتة بعد ما احطها واروح طافية عليها. ومهما برضو قعدتيها في الصلصة مش هتفك معاكي نهائي، بس هي طول ما هي قاعدة طبعا لازم بتشرب من الصلصة بتاعتك. فانا يا دوب غلوة واحدة بس. تحفة جدا، حابة تاكليها بالصلصة، حابة تاكليها ناشفة كده زي ما انت شايفة، براحتك، محدش هيصدق ان دي كفتة القرنبيط. لو الفيديو عجبك، واتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة. اشوفكم في وصفة جديدة بالطبطب على القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.